السلام عليكم، أهلًا بيكم. إحنا دلوقتي في الsession هنبتدي الsession. أنا محتاج بس هنحتاج شوية وقت بس نستنى شوية الناس تخُش، و وهنبتدي سوا مع بعض إن شاء الله. طَب إحنا هنبتدي الsession. إحنا مدّيينه شوية وقت بس للناس. لو حد عنده أسئلة ممكن يخُش على الquestions من على الجنب يسأل أي سؤال هو عايزه، تمام. آآ لحد ما نبدأ بس، هنستنى شوية بس لحد ما الناس تخُش كلّها، تمام، وبعد كده هنبتدي على طول إن شاء الله. طيب خلّينا نبتدي. إحنا كده إن شاء الله هنعلن الناس اللي فايزة اللي كسبانة معانا، وهنعمل كل حاجة. قبل ما نعمل كل حاجة إحنا محتاجين نقول كل الخطوات، هنشرح كل اللي حصل وكل التفاصيل بإذن الله، تمام، وهنشرح لكم إيه الجديد وإيه اللي إحنا بإذن الله ناويين نعمله، تمام. طيب أول حاجة عايزين نتكلم عليها إن شاء الله هو إيه اللي حصل، ده أول حاجة. إحنا المسابقة بتاعتنا في رمضان، وعلى فكرة أنا هاعمل زي أي حد بيعمل في أي حاجة في الدنيا خالص، تمام، وهاقول المتسابقين في الآخر واللي كسب في الآخر، تمام. معلش سامحوني بس عايزكم برضه تركّزوا معانا لإن إحنا النهارده على آآ tech books، وهنتكلم على الKNX user club، وهنتكلم على شوية حاجات ممكن تفيدكم إن شاء الله بإذن الله، وشوية حاجات وكام مجهود كده إحنا اشتغلنا عليه الفترة اللي فاتت، يا رب إن شاء الله يفيدكم بإذن الله يعني. فأول حاجة هنتكلم بس على المسابقة مشيت إزاي، واشتغلنا فيها إزاي، وإيه الإجراءات اللي إحنا عملناها. إحنا في الأول إحنا دايمًا في كل رمضان بنعمل مسابقة، وناس كتير أوي شاركت معانا، وناس عارفة، وناس من اللي داخلة معانا دلوقتي. أنا شايف في ناس داخلة معانا دلوقتي already كانت كسبت قبل كده معانا في المسابقات اللي فاتت، وإن شاء الله يا رب يعني من الناس اللي داخلة معانا برضه الناس اللي تكسب في المسابقة دي إن شاء الله. آآ كانوا كسبوا. في ناس كسبت courses for free، في ناس كسبت courses بديسكاونتس، في ناس كسبت حاجات، في ناس كسبت dongles ETS، في ناس كسبت حاجات مختلفة عن بعض. كنا بنعمل في رمضان دايمًا كل رمضان، يمكن رمضان بس مش بتاع السنة دي، رمضان اللي فات هو رمضان الوحيد اللي ما عملناش فيه حاجة، لإن إحنا كنا مشغولين بحاجات تانية مختلفة. بس في نفس السنة اللي ما عملناش فيها في رمضان، كنا عملنا في الشهور اللي قبل رمضان فيها مسابقات تانية. طيب
إحنا كtech books إحنا training center بنقدّم كورسات الKNX بس، إحنا مش الهدف بس كtech books إن إحنا بنقدّم كورسات KNX بس، تمام، إحنا certified KNX وبنقدّم كورسات مُعتمدة من KNX وكل الكلام ده، بس إحنا برضه بنقدّم كورسات video audio، بنقدّم كورسات management system للمهندسين الautomation يعني، كل ما يخُص مهندس الautomation من في المجال بتاعه إحنا بندّي كورسات فيه، تمام. الكورسات بتبقى متوفرة عندنا على الويب سايت لمّا بيكون في seats موجودة، طبعًا أنا عارف إن المشكلة الأساسية إن في ناس بتخش على الويب سايت عندنا ما بتلاقيش كورسات متوفرة، ده الحمد لله يعني ممكن تكون الكورسات مقفولة، تمام، فمش هيلاقي الكورس متوفر، فعلشان تلاقي في seats طبعًا بتبقى متوفرة بس مثلًا مشي حد مش موجود وهكذا، فالأفضل إن أنت زي ما إحنا عاملين إن أنت ممكن تتواصل معانا على الواتساب، فتواصل معانا على الواتساب واتكلم معانا وإن شاء الله هنقول لك كل الكورسات المتاحة وكل الseats وكل الحاجات المتاحة إن شاء الله، تمام، دي حاجة. بالنسبة للجايزة بقى، إحنا عملنا الجايزة بتاعتنا في رمضان عبارة عن شوية ألعاب، إحنا عملناها بطريقة مختلفة وجميلة جدًا بصراحة في الأول، بس إحنا اتفاجئنا منكم بصراحة، يعني إحنا تفاجأنا بطريقة مش طبيعية، مش طبيعية. يعني هاحكي لكم القصة بكل بساطة. أول ما ابتدينا إحنا عملنا مسابقة لطيفة كده، حاجة عاملة زي Minecraft، تمام، شخصية بيبقى عندك character كده، character بتمشي بيها ب بتقعد تجمّع شوية coins كده، تمام، كل ما بتجمّع coins معيّنة أنت بتقعد تجمّع فيهم، تجمّع أكبر عدد من الcoins اللي موجودين، وبيطلع لك سؤال، تجاوب على السؤال الcoins بتظهر لك تاني، وتقعد تجمّع فيهم وهكذا تاني. فاللعبة كانت لطيفة، وطبعًا أنا شايف زي ما أنا قُلت للناس يعني الأفضل إن أنت تلعب على PC، ولو أنتم واخدين بالكم أنا دايمًا باقول لك إيه الأفضل مش عارف إيه ده، فده معناه إن أنا جرّبت. فإحنا فعلًا جرّبنا، وإحنا الناس اللي كان معانا الأسئلة، وإحنا الناس اللي كان معانا الإجابة، المفروض إن إحنا نطلّع أعلى score موجود، لأ هو في ناس طلّعت score أكتر مننا بصراحة، مش عارف الناس دي كانت عاملة إيه بصراحة، مش عارف كانوا عاملين hacking للعبة والّا عاملين إيه مش عارف، مع إن المفروض إن اللعبة دي فيها حاجة اسمها AI anti hacking حاجة كده، اللي هو بيقفش إن لو في حد عامل hacking بيقفل له الدنيا خالص، فمش عارف إيه اللي حصل، فلقينا أرقام خزعبلية كبيرة جدًا، بس في مش 1 أو 2 لأ، في ناس كتير أوي في المرحلة دي، فممكن نكون إحنا اللي ما لعبناش اللعبة كويس يعني، أو إحنا تقريبًا ما لناش في الكلام ده. فبعد كده دخلنا في game تانية، الgame التانية كانت عبارة عن شوية كِوَر كده مش عارف بتحدفها اللي هو مش عارف حاجة كده بتقعد تلِف فيها كِوَر تجمّع مش عارف إيه، برضه الناس عملت أداء فظيع، طبعًا مش زي اللعبة الأولانية، هم عملوا أداء عادي طبيعي، بس عملوا الأداء وصل للمرحلة اللي إحنا قدرنا نوصل لها، تمام، وفي ناس وصلت لمراحل كويسة، فإحنا قُلنا لحد دلوقتي الدنيا تمام. كنا هنكمّل معاكم في الجيمز دي، بس جات لنا فكرة تانية إن إحنا والله لأ، وقّف الجيمز شوية، خلّينا نعمل حاجة إحنا نستفيد وهُم يستفيدوا بيها، تمام، طب هو إيه؟ إن إحنا نساعد بعضنا، فأنت ممكن تعمل لنا share ممكن تقدّم لنا حاجة، ومقابل كده بالضبط أنت هتعمل لنا هتجاوب على السؤال اللي موجود عندنا، بحيث إن إحنا برضه نفيد الناس بالأسئلة اللي إحنا بنعرضها في الautomation يعني أو في الKNX عمومًا. وفعلًا الناس جاوبت على الأسئلة، ده بقى اللي خَد مننا شوية وقت بصراحة، خَد مننا شوية وقت لإن إحنا قعدنا نتابع شخص، شخص، ونجيب واحد، واحد، ونشوف كل واحد جاوب، طبعًا الحكاية سهلة جدًا، لإن إحنا بكل بساطة بنلاقي الrepost مثلًا على LinkedIn أو بنلاقي الshare على الفيسبوك، فبنشوف مين اللي شيّر، فبنقعد نتابع بقى كل حاجة هو عملها share، وبعد كده معانا زي ورقة كده أو Excel sheet بنكتب فيه هو جاوب ده صح، جاوب ده صح. طيب ده عمل فيه إيه، ده عمل فيه إيه، ده عمل فيه إيه، وهكذا، 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 لحد ما بنطلّع الأرقام أكبر رقمين موجودين عندنا، عشان الجايزة الشهر ده إحنا قُلنا إن هي عبارة عن جايزتين فقط، إحنا على طول السنين اللي فاتت بندّي أكتر من كده، يعني حوالي 5 جوايز حاجة أكتر من كده، السنة دي يعني لأ قُلنا 2 بس لإن هي الجايزتين كبار يعني، ETS license professional كمان مش أي حاجة يعني، يمكن الETS dongle اللي ادّيناها قبل كده الETS license بتاعة الprofessional اللي هندّيها للناس هي مش هتبقى dongle تبقى cloud، تمام، وإحنا معانا باشمهندس مصطفى هيقابل الشخص ده وهيactive له الlicense على الaccount بتاعه بإذن الله، وهيخلّص له كل حاجة إن شاء الله يعني، بس هتبقى cloud license يعني مش dongle، تمام،
تاني حاجة هتبقى discount على كورس الKNX Tutor هيوصل لحد 70%، يعني أنت بتتكلم في حدود $450 الtraining تقريبًا، وده رقم بالنسبة مقارنةً للtraining centers اللي موجودة على مستوى الجمهورية، فده رقم، أو على مستوى middle east كلها لو إحنا هنتكلم في الجزئية اللي إحنا بنلعب فيها يعني، فده رقم خزعبلي ما حصلش إن في حد ياخد كورس KNX Tutor بالسعر ده. وطبعًا هيوفّر له حاجات كتير يعني، طبعًا الناس اللي مشيت في إجراءات اللي هي عايزة تخش في الKNX Tutor هتعرف إن الموضوع ده موفّر كبير جدًا ليه، ودي جايزة بصراحة يعني يا ريت أنا كنت واحد من الناس اللي خدت الجايزة دي. بس. وبعد كده الحمد لله فضلنا ماشيين الفترة دي كلّها قاعدين بنتابع، وقعدنا نعيد تاني ونشوف تاني ونعيد تاني ونشوف تاني ونعيد تاني ونشوف تاني، لحد ما الحمد لله طلّعنا الناس اللي فازت معانا، تمام؟ و وهنقول برضه أسامي الناس دي اللي هتفوز معانا، وهاقول ليه إحنا بنقول في آخر الفيديو، لإن أنا عايز الناس تكون معايا، فأنا مش عايز أقول الأسامي وأهرب، لأ أنا نِفْسي يكون الناس معايا موجودين، بحيث إن أنا أقول أساميهم ألاقيهم طلعوا، فنفتح لهم بقى ونسمع منهم رأيهم بقى في البتاعة دي وفرحتهم بالموضوع يعني. بس، فخلّينا قاعدين لحد آخر الlive plus بقى في حاجة تانية إحنا عاملينها لطيفة للناس اللي حضرت معانا الsession. أول حاجة اللي حضر معانا، كل الناس اللي هتحضر معانا الsession النهارده 50% discount على كل الKNX courses اللي موجودة. اللي حضروا معانا دلوقتي أكيد أنت وصل لك إيميل، تمام، فأنت لو غلطت في حاجة بقى في الform أو كده دي مش مشكلتي أنا، دي مش مشكلتي أنا. إحنا دايمًا بنقول لكم يا جماعة اعملوا 1، 2، 3 والله وهنديكم هدية. فلو أنت بقى مثلًا كتبت الإيميل بتاعك غلط في الform، عملت حاجة كده مش عارف إيه، دي مش مشكلتي أنا. تمام، فأنت هتاخد 50% discount، ولو قعدت معانا لحد آخر الsession، تمام، النهارده، فهتاخد plus عليه 15% discount، فأنت بتتكلم في 65%، فيعني إحنا عاملين حاجات حلوة يعني، تمام، بس. فده بالنسبة لنا الجزئية اللي إحنا مقدمينها ليكم، plus إن إحنا بقى عايزين نتكلم بقى في الحاجات برضه المفيدة جدًا اللي إحنا هنتكلم عليها دلوقتي. أول حاجة إحنا Tech Box قُلنا training center plus إن إحنا مسؤولين برضه على الKNX user club Egypt، ده مش بتاعنا، مش بتاع Tech Box، ده مش بتاع أي حد، ده مش بتاع شخص، KNX user club بتاعنا كلنا. أنت، أنا، أي حد فينا. الKNX user club ده إيه هو؟ KNX user club هاشرحه تاني، هو عبارة عن user club للناس اللي الsystem integrators أو اللي بيشتغلوا في مجال المشاريع. إحنا ما بنتعاملش مع manufacturers، ما بنتعاملش مع شركات مصنعة، إحنا بنتعامل مع الناس اللي بتشتغل في مشاريع. بنشوف المشاريع اللي بيقدموها إيه، بنشوف المشاريع اللي بيشتغلوا عليها إيه، بنشوف إيه المشاكل بتاعتهم، بنعمل chatting في community عندنا بسيطة كده عليها chat، بن 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 بنقدر نقول إن إحنا بنوثّق كل حاجة بتطلع لنا من informations موجودة عن الKNX، بحيث إن أنت في أي وقت تخش على الويب سايت، تمام، تلاقي الinformation وتحل مشكلتك. plus إن أنت فترة مع فترة لمّا الknowledge بتاعة الuser club ده تكبر، تمام، هتيجي بعد فترة معيّنة تلاقي في حد كان جاوب سؤال على حاجة أو حل مشكلة حاجة، فترجع للKNX user club تفتحه تلاقي الإجابات موجودة. مش كده بس، عندنا شوية حاجات تاني هنتكلم عليها، تمام. عندنا شوية forms إحنا بنشتغل عليها دلوقتي، الforms دي هتبقى forms موجودة على الuser club، تمام. الuser club واخد مننا وقت بس شوية في الإعدادات، لأن الuser club هو non-profit. يعني إيه non-profit؟ يعني حاجة مش ما بنربحش منها أو بنكسب منها ولا أي حاجة، كل الusers أو كل الmembership اللي بتتعمل فيه، هي بتتعمل مش أكتر غير إن هي تصرف على الuser club نفسه، ذات نفسه كweb site، ك ك ك وفي forms، حاجات إحنا بنعملها في الweb site، كcommunity، كشوية مثلًا ناس هتخش معانا في الcommunity، حاجات كتير أوي بس بتصرف على الuser club نفسه. إيه اللي إحنا اتفقنا عليه تاني مع الKNX Association بخصوص الuser club؟ إن إحنا الuser club بتاعنا ناويين إن إحنا إن شاء الله ما نعملوش annually membership، تمام، ودي هنعلن عنها قريب إن شاء الله، هتبقى membership مدى الحياة، تمام. الmembership مدى الحياة دي هتكون، أنا هاجاوب على الأسئلة بس خلّينا في الآخر وهاجاوبكم على كل الأسئلة، تمام. الmembership دي مدى الحياة، بس اللي عايز يسأل سؤال يعني يكتب السؤال وإن شاء الله في آخر الحاجة هنجاوب على الأسئلة كلها. الmembership دي
هتكون مدى الحياة، مجرد ان انت بتدفع الممبرشيب بتاعتك انت حد خلاص في ليزر كلاب. تقدر ان انت تاخد اللوجو، بلس ان دي حاجة على فكرة بتفيدك قوي، بتفيدك قوي بحيث ان انت تقول ان انت شخص مش مجرد ان انت كانك واخد كانكس بيزك كورس او كده بس، لا انت موجود في الكوميونتي بتاعت اليوزر كلاب بتاعت ايجيبت او في مصر. تمام. بس بلس ان هي طبعا بتديك بوينتس معينه بتعلي الليفل بتاعك او الرانك بتاعك في الويب سايت بتاع knx.org. طبعا انتوا عارفين الويب سايت بتاع knx.org فيه كلنا موجودين عليه، كلنا موجودين عليه، بس في حد قبل اي حد، يعني بيبقوا عاملين ليفلز كده او رانكينج لكل واحد، بحيث ان اي شخص بيجي مثلا عايز حد يبرمج له الفيلا بتاعته او عايز يعمل له اي حاجه، فهو مش عارف حد بيشتغل في الكي ان اكس، فهو طبيعي بيعمل سيرش على جوجل كي ان اكس، فبيعمل سيرش على جوجل على كي ان اكس على موبايله على اي حاجه بيطلع له موقع كي ان اكس. فلما بيطلع له موقع الكي ان اكس، هو دلوقتي حاليا الحمد لله مش هيطلع له موقع كي ان اكس بس، هيطلع له موقعين لو هو بيدور بيسيرش على حد في مصر. هيطلع له موقعين، الكي ان اكس وموقع كي ان اكس يوزر كلاب ايجيبت، لان احنا الاس اي او بناء على ان احنا اليوزر كلاب اللي موجود بس في مستوى مصر، فهو هيطلع له الموقعين دول. الموقع الاولاني طبعا لو هو عايز يخش على الموقع بتاع كي ان اكس هيلاقي طبعا الرانك بتاع الناس اللي شغاله في مصر، هيفلتر على اللي موجودين في مصر، وهيدور مين الشركات اللي شغاله في مصر ومين الاشخاص اللي شغالين في مصر، انا هاخد الشخص ده الرانك بتاعه عالي قوي. طب الرانك بتاعه بيعلى ازاي؟ عن طريق ان هو بيخش ايفنتس، بيخش حاجات زي اللي احنا عاملينها سيشنز عاديه، بيخش حاجات زي كده، دي بتعلي له الرانك بتاعه، بياخد بوينتس كده بيعلى بيها الرانك بتاعه، او عن طريق ان هو بيقدم او بيدخل المشاريع بتاعته في الكي ان اكس، في موقع الكي ان اكس بتاعه، او بيشارك بيحسسنا ان هو شخص موجود في الكي ان اكس. تمام. فالرانك بتاعه بيعلى. تمام. فدي حاجه من الحاجات اللي احنا بنقول عليها انجيجمنت، اللي هو الشخص موجود بيقدم حاجه للكي ان اكس وبيتفاعل مع الكي ان اكس، فدي بتعلي له الرانك بتاعه ده. تمام. الكي ان اكس يوزر كلوب بيساعدك في ان الرانك ده يعلى، يعني انت مش هتعرف تعليها من الكي ان اكس دوت اورج، مش هتعرف تعليها من الويب سايت الاوريجينال. تمام. انت لازم تشترك في الايفنتس بتاعت اليوزر كلوب او تشترك في الايفنت بتاعتنا بتاعت ايجيبت بتاعت مصر. تمام. حتى الان احنا لو هنتكلم بقى على الناس اللي حوالينا، او لو في حد معانا مثلا من بره مصر او كده، حتى الان احنا ما فيش اي يوزر كلوبس موجوده غير 2 يوزر كلوب، واحده في الامارات واحده في مصر. تمام. فما فيش يوزر كلوبس تانية، فطبعا لو حد حابب ان هو يشترك معانا في اليوزر كلوب من بره مصر، عايز يخش في اليوزر كلوب في ايجيبت حاليا، تمام اوكي، بس بعد كده ان شاء الله لما يكون في يوزر كلوبس في دول تانية هو يقدر ينقل نفسه لليوزر كلوب بتاعه في الدولة اللي هو فيها. دي الكي ان اكس يوزر كلوب. بلس كده بقى احنا معانا المهندس مصطفى غالي. تمام. مهندس مصطفى غالي، يا ريت تخش معانا. انا معاك. تمام. باشمهندس مصطفى غالي هو الفايس بريزيدنت للكي ان اكس كلوب، هو اللي مسؤول على كل التحركات التنفيذي، يعني مش الاداري، هو مسؤول عن الحاجات التنفيذيه اللي في اليوزر كلوب، في اي حاجه بتحصل في اليوزر كلوب. احنا بنحاول مثلا نتابع مع ناس معينه من شركات معينه. احنا عايزين نقول برضو ونشكر، مش عايزين نقول اسامي بالتحديد عشان ما ننساش حد، يعني احنا مش عايزين نقول اسامي، احنا في شركات الحمد لله شاركت معانا، وفي ناس ساعدونا، وفي ناس وقفوا جنبينا، وفي تريننج سنترز، مع اننا احنا تريننج سنتر بس والله في تريننج سنترز وقفت جنبنا وساعدتنا، وبشكرهم جدا. ويعني ان شاء الله، يعني انا مسجل الفيديو ده وان شاء الله هنطلعه، يا رب يشوف الفيديو ده. انا بشكرهم جدا على كل المساعدات اللي هم عملوها معانا. وباشمهندس مصطفى برضو يعني قدم شويه اكتيفيتيز كده لطيفه، لو حابين انا حابب ان احنا نسمعها منه. تمام. فيا ريت باشمهندس مصطفى تخش معانا على اللاين. هي من ضمن الاكتيفيتي برضو اللي احنا بنفكر ان احنا نعملها في كي ان اكس يوزر كلوب، ان احنا برضو يبقى في عندنا جوب اوفر لكل الاعضاء في كي ان اكس يوزر كلوب، هنقدر نوفرها لهم. واحنا فعلي حرفيا يعني خلاص قبل ما نبتدي نحط التابة دي على الويب سايت والكلام ده، بدأنا ان احنا نبتدي نشوف في الماركتينج هينفع الموضوع ولا لا، ومن الناحية العملية مع الشركات. والحمد لله في ناس كتيرة يعني عندهم ثقة كبيرة في كي ان اكس يوزر كلوب، ومع ليهم اكسبيرينس معايا او مع محمد علي. فالحمد لله في جالنا كتير قوي عندهم امكانية ان هم يبتدوا يسبورتوا في حاجة زي كده. من ضمن برضه الناس الضيوف اللي موجودين معانا دكتور مدحت امين،
ده احنا السي اي او لشركة من شركات التوظيف الكبيرة في مصر وخارج مصر. وهو برضو عنده إمكانية برضو في بروجكت من بروجكت أو شركات اللي هو مسؤول عنها، إن هو يبتدي يعين برضو تيم كامل من التكنيشن والإنجينيرنج لكي إن إكس. دي أول الأكتيفيتي اللي إحنا إن شاء الله هنركز عليها الفترة الجاية. من ضمن الأكتيفيتي برضو اللي إن شاء الله هتبقى جاية قريب برضو، اللي إحنا هيبقى فيه إيفنتات هنبتدي نجوين فيها. هو الدكتور مدحت برضو كان معانا برضو النهارده عشان حابب اللي هو يعرفكم بنفسه برضو أكتر، وإن هو يسلم عليكم برضو. ويرحب بكل الأعضاء بتوع كي نكس. لو محمد علي تقدر تضيفه إن هو يخش يجوين. بعد كده نكمل بعديه، يعني يخش يسلم بس على الناس عشان هو ممكن احتمال يبقى عايز يقفل هو. دكتور مدحت، ايوه، مساء ازيك يا دكتور؟ الخير. عامل ايه؟ أخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ايه أخبارك؟ معلش احنا في اخر اليوم النهارده بالنسبه للشغل وقاعدين اوفر تايم أنا ومسافر عارف. الاسماعيليه دلوقتي، فربنا معانا ان شاء الله. احنا شرف لينا اول إن حاجه احنا معاك. انا سعيد جدا باللي انا سمعته، وربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله. تسلم يا دكتور. وكشركه ان شاء الله بتفتح النشاط جديد، احنا في احد الشركات اللي انا بتعامل معاها ناوية إن شاء الله تفتح نظام اللي هو الهوم سمارت والحاجات دي اللي إحنا بنتكلم فيها. فكنا طالبين تكنيشنز انجينيرز بتوع المواقع والسيلز. الستافنج هيبدأ إن شاء الله في الفترة اللي جاية دي، وهنعمل مقابلات. ومعانا الأستاذ أحمد خطاب هو المسؤول من الريكروتمنت، موجود دلوقتي وسمعنا، وهو اللي هيستمر بأمانة. ورايا مشوار ساعتين سفر إن شاء الله، توصل واخدين بالسلامة يا دكتور. بالكم. الله وصل يخليك. بالسلامة يا دكتور. الله يخليك. فاحنا محتاجين الموضوع ده في اسرع وقت ان شاء الله. في الفتره اللي جايه في معرض كبير جدا اتعمل اوريدي وقريب من مدينتي، خاص بالموضوع ده، دور كامل خاص باللايتنج والحاجات الهوم سمارت، هو الكونسبت بس بتاع الهوم سمارت. هوضح حاجة بس يا دكتور ليهم، بس إن الدكتور المقصود بيه بالمعرض إن هو هيعمل زي شوروم كاملة. شروم كامله وديت من أول الشوروم أو أكبر شوروم هتتعمل في مصر. حرفيا هو مفيش شوروم هتتعمل بالمساحة الكبيرة اللي هم عاملينها. وأنا شايفها وشفت الموقع، وبرضه وأنا لسه معاه برضه في الموضوع ده. وإن شاء الله هيبقى في حاجة جميلة هتبقى موجودة هناك، وهنصور فيها هناك قريب. فدي بقى من ضمن الحاجات اللي هي هتبقى موجودة. والشركة دي من الشركات بدون ذكر أسماء، هي من الشركات الرائدة دايما في مجال المقاولات بطريقة كبيرة. وهم من الناس المؤثرين في مصر أصلا. فإن شاء الله يعني متوقع إن هم هيبقوا ليهم حجم كبير في الماركتينج المصري. ان شاء الله. ودعواتك بالتوفيق ان شاء الله إن لينا شاء كلنا الله. ان شاء الله، ومجهوداتكم معانا طبعا. إن شاء الله إحنا تحت ويعني ان أمرك. شاء الله يعني كل حاجه تبقى في الرايت تراك زي ما إن شاء بيقولوا. الله. إن شاء الله. ان شاء الله. واحمد خطاب اهو معاكم ان شاء الله وهيكمل. وانا تمام. معلش هستأذنكم علشان السفر بتاعي بس. تمام يا اوكي. دكتور. شكرا. واحمد كمان لو كان عايز يبعت الايميل بتاعنا اللي هو هيبعته عليه السيفيهات، او لو كان تمام، انا حد حابب. هتواصل مع احمد ان وهاخد شاء منه الله. الكونتاكت كلها، وهبتدي هيبقى فيه زي تابة مخصوصة اصلا للجوب اوفرز والكلام ده. الناس هتبتدي تحط عليها سيفات، وهي دايركت السيفات هتبتدي تروح على الايميل الموجود عندنا اللي متاح عنده الامكانية. ان شاء الله. ان شاء الله. وميرسي ليكم جدا، واسف تسلم. لازعاجكم، تسلم. واتشرفت بيكم كلكم ان شاء واحد الله. شرف لينا يا فندم. وبالتوفيق وربنا معاكم ان شاء الله. تسلم. تسلم يا الله يخليك. دكتور. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامه. من ضمن برضو الاكتيفيتي برضو اللي احنا بنعملها في كي ان اكس يوزر كلاب، ان احنا بنساعد الشركات الستارت اب بزنس او الشركات اللي هي بتبدا تخش في الموضوع كي ان اكس او الكلام ده كله. بنعمل معاهم زي از كونسلتنت بالتيم بتاعنا. التيم بتاعنا اللي هو رجالتنا اللي في كي ان اكس يوزر كلاب، منها بيستفادوا كاكسبيرينس، سواء ان هم يبتدوا يعملوا استراتيجي بلان، او يبتدوا يتعاملوا بقى في الشورومز ويعملوا ايه في الشورومز وايه الحاجات الافضل والكلام ده، ياخدوا فيها اكسبيرينس. ومنها برضو ان هو بيفتح لهم opportunity ان هم يقدروا يجوينوا مع الشركه، او ان هم يبتدوا يفهموا الوضع بتاع الستارت اب بزنس لو هم حابين يفتحوا بعد كده ايه المفروض يستب يمشي ازاي، هيبتدي ايه الاول وايه اللي بعد كده، الكلام ده كله. ده من ضمن الحاجات اللي احنا يعني ان شاء الله الفتره الجايه هنضيفها. غير في حاجات جديده برضو هنبتدي نضيفها الفتره الجايه، وفي شركات تانية غير دكتور مدحت
بس هم للاسف ما قدروش ان هم يبقوا معانا النهارده. بس هيبقى ان شاء الله كل ده هيبقى موجود على الويب سايت، وهنبتدي نظبط الموضوع ده ان شاء الله. باذن الله. هي بخصوص الجوب اوفرز والهايرنج والقصه دي، احنا عايزين احنا كنا بنفكر نركز عليها اكتر شويه في الكين اكس يوزر كلاب. الكين اكس يوزر كلاب زي ما قلت لكم، هو كل الفكره فيه ان هو بيساعدنا كلنا، مش بيساعد شخص واحد او بيساعد حد معين، هو بيساعدنا كلنا. فاحنا كل اللي هنعمله ان احنا هنعمل تاب معين، او احنا شغالين على بصراحه على الابديتس بتاعته، تمام، على كل حاجه. كل فتره بنعمل له ابديت، كل شويه هتلاقوا الموقع بيتعمل له ابديت، هو مش هيوقف ابديتس. فطول ما احنا ان شاء الله يعني كلنا بنشتغل بايد واحده مع بعض يعني، وبنساعد بعض فيه. ف كل الفكره منه اننا هنعمل زي تاب معينه موجوده. لو انت حابب ان انت تقدم السي في بتاعك، عايز آه، تقدم في ان انت تشوف زي ما نقول مثلا حظك في ان انت تشتغل في شركات تانية موجودة. ممكن يكون في شركات مثلا انترناشونال طالبة مهندسين معينين، ان كان داخل مصر او خارج مصر او ايا كان، طالبين حد من مصر او اي حاجة. فاحنا بنحاول نتواصل مع الناس دي، نحاول نوصل للناس اللي طالبة مهندسين، وكل الجزئية دي في الكي ان اكس يوزر كلوب. نحاول نكبر من الموضوع ده شوية، تمام. وكل الفكره ان انت بتحط السي في بتاعك معانا. فطبعا هنتكلم على حاجات كتير قوي في الموضوع ده. هتلاقينا بعت لنا، هتلاقينا بنبعت لك يعني نوتيفيكيشن ان هو اعمل ابديت للسي في مثلا، اعمل حاجات كده علشان احنا محتاجين نساعد في الموضوع ده. فالجزئيه دي احنا بنطور فيها يعني ان شاء الله. الحمد لله بنبتدي مع شركات اهو، بنتكلم معاهم، وبنتكلم مع شركات برضو هايرنج، وبنتكلم مع شركات بتدور لنا او بتشوف لنا الشركات الكويسه اللي تقدر تشغل المهندسين بتوعنا. وده علشان احنا الحمد لله في مصر عندنا عدد كويس جدا من المهندسين، بناء على خبراتنا احنا كمركز تدريب تعليمي بيعلم مهندسين، وشايف كفاءة المهندسين اللي بتخرج في مصر. وبرضه والله بنشوف حتى بره خارج مصر، لأن احنا برضه في بعض التدريبات بتبقى بتجيلنا ناس من بره مصر. ففي ناس بتبقى محتاجة إن هي تاخد الفرصة في إن هي تروح للشركات دي أو تقدم للشركات دي. واللي احنا اكتشفناه برضو إن الشركات دي ساعات ما بتشوفش، يعني بتحس إن هي مش شايفة الناس دي فين. ده حقيقي، مش بجد، مش هزار يعني. دي الحاجة اللي احنا آه، بنلاقي الناس مش يعني الشركة عايزة مثلا تعمل هاير ل5 مهندسين علشان حاجة معينة. في مهندسين كتير قوي محتاجين ان هم يتوظفوا، بس هي مش شايفة اي حد فيهم، لان هي ما عندهاش او مش عارفة توصل للكوميونتي بتاعت المهندسين دي فين. فان شاء الله لو احنا لينا كوميونتي واحدة ولينا جزء معين واحد، فهنلاقي الجزئية بقت سهلة بالنسبة لنا. مش كده بس، آه، في عندنا زي نظام رانكينج بتاع الكي ان اكس كده، تمام. الرانكينج ده بيبقى هو مش رانكينج زي الكي ان اكس بالظبط، هو بيبقى فيه زي الليست بتاعه المهندسين المشتركين او الممبرز الموجودين في اليوزر كلوب. ده بيبقى زي البروتوفوليو بتاعك، انت بتحطه على اليوزر كلوب عندك، تمام. فاللي بيخش بيتفرج على اليوزر على البروتوفوليو. طبعا احنا لسه عاملينه بطريقه بيزك شويه على اليوزر كلوب، بس بيتطور وهنطور فيه اكتر ان شاء الله. فده بيبقى البورتفوليو بتاعك على اليوزر كلوب، بتقدم عليه، بتشتغل بالناس لما بتيجي تخش على اليوزر كلوب بتتفرج على البورتفوليو بتاعك، شايفه ان الشخص ده فعلا عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، المشاريع اللي قدمها فين، المشاريع اللي قدمها فين. طبعا هتقول لي، او في طبعا احنا مش اول مره نقول الكلام ده، احنا اتكلمنا مع ناس جديد فعارفين كل الاسئله اللي ممكن نتسالها، تمام، غير بلس الاسئله اللي موجوده دلوقتي هنجاوب عليها ان شاء الله. بس هتقول لي طيب ما هو في لينكد ان وممكن يشوفوا من لينكد ان وكل الجزئيه دي. لينكد ان السيرش عليه مش سهل، يعني مش مجمع الكوميونتي بتاعت الاوتوميشن فقط، مجمع حاجات كتير جدا. بلس ان هو مش هيعرض لك كل حاجه، انت مجرد ان انت بتنزل بوستس على لينكد ان بان انت عملت مشروع كذا وعملت مشروع كذا وعملت مشروع كذا. لكن احنا البورتفوليو اللي احنا بنبنيه على اليوزر كلوب او على الموقع بتاعنا بتخلي الموضوع اسهل على الشركه اللي حابه تعمل هايرنج للشخص ده، ان هي تشوف لا ده اشتغل في كذا واشتغل في كذا وعمل كذا وعمل كذا، وتبان خبراته بجد، تمام. بلس ان انت لما يكون انت داخل في اليوزر كلوب وعامل مشارك فيها بطريقه قويه جدا، وهم هيشوفوا كل الشيرنج وكل الانفورميشنز اللي انت مقدمها دي، اعتقد ده هتبقى بونص ليك كويس جدا، تمام. طبعا احنا بنقول لكم الحاجات دي علشان نشرح لكم ايه اللي احنا ناويين نعمله باذن الله. طيب احنا مش هنطول السيشن اكتر من كده، هنجاوب بس على الاسئله. ده باشمهندس انس، هو باشمهندس انس بيقول
ازاي بنقدر نخش على اليوزر كلوب؟ احنا عندنا الموقع بتاعنا موجود www.knxuserclubegypt.com. اوكي، بتقدر تخش عليه، هتلاقي فيه ان انت become a KNX user club member، تقدر ان انت تقدم عليه وتشترك فيه عادي على طول. تمام. بس باشمهندس انس، انت لو من خارج مصر، انت عادي في حاله في الفتره اللي احنا فيها حاليا، ممكن يعني احنا اليوزر كلوب مفتوح لاي حد خارج مصر، مفيش اي مشكله. بس جوه بس لحد حتى يظهر يوزر كلوب في الدوله اللي انت فيها، فاحنا اوتوماتيك هنقول لك لا، انت محتاج ان انت تنقل على اليوزر كلوب اللي انت موجود فيه حاليا. بس طالما انت عايز تاخد البينفيتس بتاعت اليوزر كلوب وعايز تشارك في اليوزر كلوب ومفيش يوزر كلوب في المكان اللي انت فيه او في الدوله اللي انت فيها، مفيش مشكله، انت تقدر تخش معانا وتخش معانا في اليوزر كلوب ايجيبت ان شاء الله. بس هو لو تمام. متاح في مصر او هو شغله موجود في مصر، لا مفيش مشكله ان هو يخش معانا في KNX. لا، هو لو شغلك، بوينت كويسه جدا، انت لو شغلك اوريدي في مصر، لو حد بره مصر وشغله اوريدي في مصر، احنا كده كده زي ما قلت لكم، اليوزر كلوب مش بيتكلم على الشخص بعينه فقط. تمام. هو بيتكلم على البروجكتس اللي موجوده في مصر، فهو بيظهرك انت كشخص بمشاريعك وشغلك اللي انت قدمتها، بلس ان هو بيظهر المشاريع نفسها اللي اشتغلت. تمام. يعني انت، احنا طبعا عارفين ايه الفرق او ايه ازاي بنقدر، يعني مهندسين الهوم اوتوميشن بيتنافسوا مع بعضهم، مهندسين الهوم اوتوميشن بيتنافسوا مع بعضهم بالسوليوشنز اللي بيقدموها. تمام. يعني لما اخش بيت الاقي حد عامل البيت انتليجنت مش سمارت، بمعنى ان هو البيت بيكلم نفسه، البيت فيه اي بيرد عليا بيجاوبني مش عارف ايه، في حاله ان انا اخش بيت تاني بيطفي النور بيفتح النور، فطبعا انا عارف مين الفرق ما بين مهندس الهوم اوتوميشن ده ومهندس الهوم اوتوميشن. تمام. فطبعا لما انت تيجي تقدم المشروع بتاعك ويبقى فيه منافسه على المشاريع في اليوزر كلوب، وطبعا نشوف البينفيتس بتاعت المشروع ده والبينفيتس بتاعت المشروع ده هيفرق على البورتفوليو بتاعك طبعا، آه، بصوره كبيره جدا. بلس ان المشروع طبعا لو في مصر لازم يكون على اليوزر كلوب ايجيبت، يعني لازم يكون في اليوزر كلوب الخاص بايجيبت. تمام. هل بقدر اعرف لو قابلتني مشكله اقدر احلها ازاي في اليوزر كلوب؟ طيب، اليوزر كلوب هو مجمع الكوميونتي بتاعت المهندسين البروفيشنالز اللي شغالين معانا. فكل الفكره ان اليوزر كلوب، لو انت لما بتيجي تسال سؤال، اليوزر كلوب اوتوماتيك بيبعت السؤال ده زي البرودكاستنج كده للمهندسين كلهم الموجودين، فهم بيقدروا ان هم يخشوا على اليوزر كلوب. احنا كنا عاملين سابقا موبايل ابلكيشن كان على الاندرويد فقط لليوزر كلوب، بس احنا توقفنا على الموبايل ابلكيشن حاليا شويه، فتره معينه. تمام. لان احنا يمكن دي الحاجه الوحيده بصراحه اللي زعلتنا شويه في اليوزر كلوب، لان ما لقيناش فيه سبورت شويه من حته الابلكيشن. يعني مش عارف الناس، لقينا ان الناس حابه موضوع ان يكون في واتساب او حاجه زي كده افضل. تمام. فاحنا ماشيين برضو في اجراءات زي دي كلها، ان احنا نعمل تشانل لليوزر كلوب تكون افضل واسهل للناس. تمام. فكنا عاملين زي في رسالة بتتبعت للناس كلها بيظهر عليها الجزئية دي. طيب، هتقول لي أنا لو عندي تشانل أو عندي واتساب وعندي اليوزر كلوب، إيه الفرق ما بين الاتنين؟ اليوزر كلوب لتثبيت المعلومة فقط مش أكتر. يعني أنا في التشانل لو أنت عايز حاجة تجاوب عليها في التشانل، في حد بيسأل أسئلة، في حد بيتابع على، عايز يخش يسأل سؤال أو يجاوب عليه، فهو بيخش على التشانل بتاعتنا أو الجروب أو أيا كان بتاع اليوزر كلوب، يخش عليه. كل الحاجات دي على فكره يا جماعه هي ابديتد، يعني هي تحت الانشاء دلوقتي، هي في اندر كونستراكشن، احنا بقى لنا فيها فتره شويه، بس والله احنا بنعمل كده علشان ماشيين خطوه خطوه. زي ما انتم شايفين، لو حد متابعنا، يعني حد متابع اليوزر كلوب خطوه بخطوه، هيلاقي ان في ابديتس بتحصل. تمام. فاحنا الحكايه بتاخد مننا وقت، بس صدقوني بعد فتره معينه الموضوع هيبقى كويس جدا. تمام. طبعا احنا طبعا انتوا لما تبوستوا معانا اكتر او ما تساعدونا اكتر في الموضوع هيمشي اسرع من كده بكتير، بس احنا بنعمله خطوه خطوه علشان زي ما قلت لكم هو المشروع نون بروفيت، ما فيهوش اي ربح في اي حاجه، فاحنا بنحاول على قد امكانيات المشروع نديله الامكانيات بتاعته، وان شاء الله احنا مش هنقف فيه ومش هنعطل على حاجه وهنكمل فيه ان شاء الله لحد النهايه. ده بالنسبه لليوزر كلوب. في حد عنده أي أسئلة تانية تخص اليوزر كلوب، أو أي حد تاني عنده أسئلة عن التريننج سنتر أو الأسئلة في أي حاجة تانية؟
طيب كويس. كده على طيب انا المتسابقين، ايه خش على المتسابقين بقى خلاص. نخش على المتسابقين، يا رب يكونوا معانا بس. فخلينا نقول على المتسابق الثاني الاول. تمام، مش المتسابق الاولاني، المتسابق الثاني اللي هيفوز معانا بالجائزه بتاعه الكي ان اكس توتر كورس. تمام، هو المهندس محمد احمد نصار. مصر نصار مش نصار، مصر. نصر، مهندس محمد احمد نصر. ده ما عرفناش نوصل له تقريبا، ممكن ما يكونش وصل. طب ممكن يكون معانا دي واحده. مهندس محمد احمد نصر، مهندس محمد احمد نصر. استنى شويه. طيب هو انت اوريدي عندك الداتا بتاعته يا باشمهندس مصطفى صح؟ ايوه، انا حاولت اوصله كتير بس ما عرفتش. هو لو هو نوصل شايف ممكن لما يشوف الفيديو يتواصل معانا نديله الهدية. طيب احنا بس علشان ما نظلمش حد، تمام، احنا في طبعا متسابق تاني بعد المهندس محمد احمد نصر، فاحنا مش هينفع دلوقتي ان احنا نعلن على الشخص التاني. تمام، فهو كده في شخص تالت، فاحنا هندي فرصة يعني لو حد عارف باشمهندس محمد احمد نصر. نصر متأكد نصر. مصر. تمام، هو احنا كده كده احنا بعتنا ايميلات للناس اللي المفروض ان هي يعني جت. هو مفيش حد طبعا عمل ريسبوند للايميلات، لان مفيش حد بيرد على الايميلات اكيد يعني. تمام، بس انا مش عارف يعني يا جماعه، رجاء ان اللي يحط اي ايميلات عندنا يبقى بيرد عليها، بيبص عليها. تمام، ولو يبص في السبام برضه او كده. فمهندس احمد نصار او نصر، مصر. سوري انا اسف، انا تقريبا نصر. انت مصمم اللي هو لو احنا هنبعت له، تمام، وهنحاول نتواصل معاه على التليفون تاني. تمام، وعلى الواتساب وعلى كل حاجه. لو في حاله ان هو فتره معينه في خلال مثلا يومين او 3 ايام ما ردش علينا، فاحنا اوتوماتيك هننقل الجائزه على الشخص اللي بعديه، وهنبدا هنبلغ الشخص اللي بعديه على طول ان شاء الله. طيب كده انا مش شايف حد معانا في الجروب اسمه محمد احمد نصر، عشان كده انا حد عنده. طب حد يعرف مهندس محمد احمد نصر؟ بص، هو كده كده لما ننزل هو البودكاست اشترك ده معانا ليه هيبتدوا كده نصر؟ يشوفوا، يعني هو اكيد هيتكلم بعديها، ممكن لما ننزلها طيب نبص عليها. خلاص اوكي. طيب نخش بقى على المتسابق الاولاني. تمام، المهندس احمد جمال محمد. اه، مهندس ده انا احمد تواصلت معاه، جمال محمد دي ده واحده. موجود تقريبا، انا مبلغه الصبح، ده بس على الميل وكلمني وتواصل معايا الصبح. ايوه، برضه مش موجود. ما هو لازم الجائزه دي ما تتفوتش. برضه ده مش موجود. لا بس هو مأكد عليا ان هو هيبقى موجود. باشمهندس انا اهو. احمد. اهلا اه، اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله كله حلو، يا رب تكون بخير. يا رب تكون بخير يا رب. الف الف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا ليكم جدا. العفو على ايه، العفو على ايه، انت مجهودك كفايه. العفو العفو، ده انتوا اللي بتعملوه ده جميل جدا يعني، واللي انا سمعته كمان ان انتوا بتبروفايد الناس ببروجيكتس وشغل وهايرنج، حاجه جميله جدا. يعني انتوا برضه هتسهلوا بريف على ناس برضه. كتير قوي انها تعرف تتواصل مع شركات هي ممكن ما تعرفش توصل لها، وانتوا كمان هتسهلوا على الشركات اللي ما بتعرفش توصل للمهندسين او الفنيين اللي يقدروا محتاجين يشتغلوا في الوقت ده. فانتوا عملتوا حلقة وصل جميلة جدا يعني بجد شيء عظيم ومجهود عظيم منكم جدا. بريف سريع شكرا برضه على جدا. طيب احمد. بالنسبه للجائزه، ايه احساسك ايه بالجائزه؟ شيء عظيم طبعا، مبسوط جدا اكيد. تمام. هو بريف برضه طيب سريع برضه باشمهندس احمد. مصطفى غالي. هو احمد بس من يعني معلومه، يعني انا لما اتكلمت معاه الصبح واتعرفت بيه كان شرف ليا يعني. من الناس اللي هي عندها اكسبيرينس كبيره جدا في المشاريع الريزيدنشال، وهو مسؤول عن سمارت كومباوند. وممكن الناس اللي هي ريزيدنشال اكتر يبقى عارفاه، وممكن يكونوا صادفوه كتير. وان هو ممكن يكون صادفوه من ناحيه ان هو الاونر او المين كونتراكتنج اللي بيرخم علينا، ده الطبيعي عادي. المره دي هو موجود معانا، هو اللي بياخد مننا الهديه.
هو لعيب انا كويس هو المشروع لعيب ده ولا العميد مشروعين هندسه بقى ان احنا نرد حق الهدايا بس. هو العميد دلوقتي بس طب الحمد لله. فان شاء كويس الله جدا. هحدد مع مهندس احمد برضو ان شاء الله يوم كده هسلمه اللايسنس، وبرضو هنتصور صورة لطيفة معاه كده ان شاء الله، وممكن نتصور معاه في المكان بتاعه بتاع شغله ان شاء الله، نشوف الكومباوند اللي هو متاح فيه ونبتدي نصور معاه. وبرضه ممكن ناخد منه بريف سريع برضه بالنسبه للريتنشن، ودي من ضمن الاكتيفيتي اللي هنعملها في الفتره الجايه، ان احنا يبقى معانا ناس كتيره ذو اكسبيرينس كبيره من كونسلتنت ده اكبر ودكاتره. دليل على ان باشمهندس مصطفى ما بيسيبش حد في حاله. اه حلو. انت حاجه من التانية من الاسباب برضو انا هشتكي للناس بس بما ان الناس معانا تانية، معلش يا باشمهندس مصطفى، من الحاجات برضو اللي بتعطلنا في اليوزر كلاب والحاجات دي ان احنا لما كل شويه بنبتدي في حاجه باشمهندس مصطفى بيبتدي في حاجه تانية. لسه يعني هنستنى هو نخش في اللي بعده يعني. انت ماشي في طريق، هو ماشي في طريق تاني. تمام، هو طريق حلو والله، يعني الدنيا ماشيه فيه كويسه وجميله، بس يعني نخلص الجزئيه دي وبعد كده نخش في اللي بعديها. لا هو ماشي في مجال تاني خالص. بس الحمد لله ربنا يصبرني. يلا الحمد لله. محمد ماشي. بس تمام. احنا كده ان شاء الله باذن الله هنحدد معاك يا باشمهندس احمد ميعاد هنبتدي نسلمك فيه الجايزه ان شاء الله، و تمام يا باشمهندس. هنيجي نشرب معاك كوبايه القهوه انا ومحمد علي اونلاين. تنور الدنيا طبعا، لا انا تنور الدنيا. نصيحه وانت بقى انا خليك اتشرف اونلاين. طبعا بمقابلتكم. مهندس محمد علي للاسف هو مش موجود، لما موجود هنا كان جه معايا واحنا بنسلمك، هو موجود للاسف في دبي. دبي خطفاه مننا فتره، بس احنا لحد دلوقتي برضو يعني مسيطرين عليه وعارفين نجيبه وقت ما نحتاجه ان شاء الله. خلاص هو انا هنزل اشرب القهوه معاه هناك لما اروح دبي، انزل معاه. تنورني تنورني. الله يسعدك. بس فان شاء الله خير يعني. ان ايه شاء تاني الله. كان المفروض في متسابق تاني مع احمد ولا كده خلاص؟ هو احمد كان اخر واحد. لا هو كده احنا كده المتسابق بس اللي هو مصر. مين؟ نصر، مهندس محمد احمد نصر. ايوه لو هو مش كده فكده المهندس الثالث بقى ان شاء الله هو اللي هياخد الجايزه وهنبلغه باذن الله. مهندس مين؟ انا مش عايز اقول الاسامي دلوقتي، يعني انا طيب مش عايز اقول الاسامي علشان تمام. هو لو سمع الاسم هو حد كمان انا يعني اتكلمت معاه كذا مره. مم. حد كان باذل مجهود كتير جبار شويه يعني، بس يعني وهو متابع تقريبا متابع خدت بالي جدا من يعني. بوستاته يعني تقريبا. يعني هو متابع جامد، بس هو حد يعني عايز ان شاء الله يعني خير. هو حظه حلو. هو حظه حلو، بس يعني خلينا تبقى مفاجأة أحسن. تمام. بس هي نشوف بس المهندس، مش عايزين برضو نظلم حد، فنشوف بس المهندس محمد أحمد نصر صح؟ المهندس أحمد نصر. أنا آسف جدا في الموضوع ده، ويعني أعذرني يا باشمهندس محمد نصر لو هتشوف هو الفيديو ده. أعذرني بجد، أعذرني لو هتشوف الفيديو ده يعني. أنا آسف إن أنا غلطت في الاسم وبجد والله يعني لو معذورنا برضو، لأن إحنا هنحاول نتواصل معاك. احنا هنحاول نتواصل معاك. لو ما عرفناش نتواصل معلش اعذرنا في الموضوع ده قدام الناس اهو، احنا بنبلغ. تمام. كل الناس عشان الموضوع يبقى على مرمى ونسمع من الجميع يعني ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. 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 حد عنده اي اسئله في الجزئيه دي، في اي جزئيه تانية؟ باشمهندس احمد احنا متشكرين جدا، شكرا ليك. والف الف مبروك تاني. الله تمام، يبارك فيك. الله ونتقابل يبارك على فيك. خير ان شاء الله. ان شاء باذن الله الله. ان شاء الله. تسلم. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. في حد تاني؟ كان نفسي اعرف المسابقه دي من بدري. باشمهندس اندرو ما تقلقش، في الجايات اكتر من الرايحات، تاني كتير. بس مش عارف انا زي ما انا اتكلمت في سيشنز قبل كده، من السيشنز اللي احنا كنا بنتكلم عليها في رمضان. احنا بجد المسابقه دي كانت صعبه، واحنا زي ما كنت بتكلم مع الناس احنا كنا بنحاول نصعب المسابقه على قد ما نقدر، نحط اصعب اسئله، نعمل اصعب حاجات. يعني هي الاسئله بصراحه يعني ما فيش حاجه صعبه على المهندسين اللي عندنا بصراحه. يعني بصراحه المهندسين اللي عندنا
اللي احنا نعرفهم كلهم واللي ما نعرفهمش، مفيش حاجه صعبه ان شاء الله، وربنا يستر. والشات جي بي تي مفيش حاجه محمد صعبه. عايز يوصل اكتر من 15%، يعني تقريبا. بصي، ايه المهندس محمد عايز خصم اكتر من 15% عشان قاعد للاخر. والله ممكن تقعد للاخر ونجيب 15% ونجيب اكل وتيجي نقعد مع بعضينا ونشوف الموضوع ده. لا ماشي. كده يا محمود. لا والله ماشي، كل الناس اللي قاعده معانا هتاخد خصم 15% باذن الله. لا، وعايز كده هيبقى توتال اكتر اكتر. ازيد من 15. لا ما هو اوريدي انت لو كنت اشتركت باشمهندس محمود، انت لو كنت اوريدي اشتركت، يعني انت اوريدي طالما دخلت معانا فانت خدت اوريدي خصم 50% مسبق، ودلوقتي خدت 15% مسبق، فانت 65%. يعني الناس اللي حضرت معانا على فكره، هو انا متاكد، يعني دي من خبرتنا احنا في جزئيه السيشنز اللي احنا بنقدمها. احنا مش اول سيشنز نقدمها، فاللي بيحضروا دايما اللايف سيشن مش زي الناس اللي بتشوف الفيديو بعد كده. الناس اللي بتشوف الفيديو بعد كده بتبقى كتير، عددهم بيوصل لرقم بالنسبه لنا احنا، يعني احنا لسه ناس يعني صغيرين في الجزئيه بتاعت الماركت بتاع السوشيال عموما والجزئيه دي يعني. فالناس دايما اللي بتحضر لنا كفيوهات على اليوتيوب او الفيديوهات ممكن تلاقيهم مثلا 200 300 شخص، ساعات بيوصل معانا ل 3000 شخص، تمام، او 3000 فيو. ما اعرفش بقى في حد بقى هو اللي بيقعد يعيد في الفيديو يتفرج عليه 3000 مره ولا لا، بس اكيد مش بيحصل كده، تمام. فده الارقام اللي بتظهر. فالناس اللي بتتفرج على الفيديو دايما بتبقى اكتر من الناس اللي بتشوف اللايف سيشن فعليا وبتتفاعل معانا زي ما زي ما حضرتك كده يا باشمهندس محمود تفاعلت معانا كده. ف دي حاجه. باشمهندس احمد حفني مشي مثلا، تمام، فكده باشمهندس احمد حفني كده ضيع من عليه 15%. تمام. في عمر الجندي بقى كان عايز الاسئله دي، ممكن ننزلها لك على كي ان سيزر كلاب بكل الاسئله بالاجابات بتاعتها. ممكن يا باشمهندس تنزل لنا اجابات الاسئله اللي كنا بنعمل لها شير، ما فيش مشكله، بس يعني تاني مجهود تاني وجبار علشان نقعد نعيد ونرجع تاني، ماشي، مفيش أي مشكلة، تمام. باشمهندس، فالفكرة بقى في إن الناس اللي قاعدة معانا لغاية دلوقتي، الناس اللي حابة الموضوع فعليا هي الناس اللي المفروض نكافئها، تمام. فشكرا ليكم جميعا، تمام، مش هطول عليكم أكتر من كده، تمام. ولو في أي أسئلة تانية، يعني حد عنده أي أسئلة تانية؟ مفيش أي أسئلة تانية. طيب، اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، وهننزل الفيديو ان شاء الله، وهنتابع مع باشمهندس محمد احمد نصر. تمام. مع السلامه. مع السلامه. في سؤال؟ ايه السؤال؟ بجاوب احنا بنقفل. احمد خطاب عندي احمد خطاب. ايميل. ده عايز يبعت السي في يعني ولا ايه؟ يعني احمد خطاب. اوكي. بصوا، بالنسبه للناس اللي هي عايزه تبعت سيفيهاتها دلوقتي لحد ما نعمل الابديت والكلام ده، احنا في ايميل هننزله في بوست في كي سيزر كلاب. الايميل ده كله يبعت السيفيهات عليه، وهنبتدي بقى ان شاء الله نتعامل عليه. احمد خطاب cv@gmail.com. طب اعتقد كده الايميل وصل لكم كلكم. انت بعته لينا ليه؟ ده مش الايميل. ده احمد الخطاب بتاع لا تمام. لا، مع احمد. بص، احنا كده يا احمد، احنا هنبعت لك السيفيات. بس ثواني، احنا كده هننزل بوست بالميل والكلام ده وهنظبطه. هو كده بس يا محمد، خلاص تمام. هنجمع الاول الايميلات يا باشمهندس محمد الاول على الايميل اللي هنعمله للكي ان اكس كلوب اللي هيتجمع عليه اساسي، واحنا بنتكلم فورورد السيفيات على الشركات والكلام ده زي احمد خطاب وكده. خلاص تمام، اوكي. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. ماشي، فرصة سعيدة يا أستاذ أحمد. شكرا لكم جميعا. شكرا للمهندس محمد على المجهود الجامد ده. إن شاء الله بقى المسابقة الجاية نلقاكم باذن الله. يلا، سلام. السلام.